التسديد ونهاية المباراة. نهاية المباراة. مبروك للترجي الرياضي التونسي بلقب الأميرة. مبروك للترجي الأحمر والأصفر بلقب الكأس، وحظ أوفر للنجم الرياضي الساحلي. حاليا قسمة خيام ما فيش كلام، بطولة للنجم الساحلي، كأس للترجي الرياضي التونسي، زوز من أفضل ما عندنا في الكرة الطايرة التونسية حاليا. مش أنا اللي نتكلم، نتائجهم تتحدث. نقول شكرا على النهائي اللي قدموه التشبيرة. برافو برافو، مقارنة بالبطولة. شكرا على النهائي. 5 أشواط من أرقى طراز، 5 أشواط متعتنا كرة طايرة. نعم. عشنا فيها مستوى راقي ما بين الزوز فرق. المباراة كانت سجال ما بين الزوز. يعطيهم مساحة في نهاية المطاف. عشوية كرة طايرة ممتازة، فما سسبانس، فما تشويق بطبيعة الحال، وننتظر يعني بسرعة التتويج والاستجوابات مع زميلي فراس بن سعد. بطبيعة الحال ننتظر وقت ما شاءت فراس، وقت اللي تقوم فما إمكانية باش تقوم بالاستجوابات، لكن الخط وقت ما شاءت. وهذه اذا نهايه اللقاء كما ذكرت. النجم كان مقدم 2 أشواط مقابل 0. الترجي يعود من بعيد ب2 أشواط، يعدل الكفه على مستوى الاشواط و يفوز في نهايه المطاف بالطيبرات وباللقاء ككل. و 3-2 النتيجة النهائية على مستوى التتويجات كما ذكرت منذ البداية. قسمة أخية فما شد أعصاب منذ البداية يعني في هذا النهائي، ولكن وفاء اللقاء. البطولة للنجم، الكأس للترجي، وهكذا دواليك. بنشوفوا الفوديو من بعد وباش نحتفلوا الكل مع بعضنا مع زوز فرق، مع النجم والترجي في التتويجات هذه. وكما ذكرت هكذا دواليك نواصلوا مع النقل المباشر على الوطنية الأولى بانتظار التتويج، عملية تتويج الفريقين. ومعنا مدرب الترجي الرياضي التونسي نزار شكيلي بعد شوية باش يكون على المباشر مع فراس بن سعد. تفضل فراس. شكرا لك. كان معنا المدرب المدوج اليوم كان السيد نزار شكيلي. نزار يقول لي بعد فرض 2 تغييرات دخول ياسر القربي هو اللي عمل البارح اليوم. اكيد بعد ما كنا خاسرين 2-0 صاروا التغييرات، و الحمد لله اللي كونوا التغييرات كانت في بلاصتها، ومما خلانا نرجع في السكور وربحنا 3-2. كما 3 سنين اللي فاتوا يقول لي قسمة أخيان بين الإتوال والترجي، كل عام واحدة تاخذ بطولة واحدة تاخذ كاس. هي ما بين الإتوال والترجي معناها المستوى متقارب. قسمنا عمناه وقسمنا سنة. مبروك عليهم الشامبيونات ومبروك علينا الكوب.